قبل الكلاسيكو المرتقب، فليك يشعل الأجواء بتصريحات نارية. في مؤتمر صحفي مثير، تحدث هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عن المواجهة الحاسمة التي تنتظر فريقه أمام غريمه ريال مدريد في الجولة 35 من الدوري الإسباني. اللقاء الذي سيقام على ملعب مونتجويك مساء الأحد في تمام 5:15 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة يحمل أهمية كبيرة في حسم الصراع على اللقب، حيث يتصدر برشلونة جدول الترتيب ب97 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد. بدأ فليك حديثه بنبرة واثقة: رغم خسارتنا أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال، نعرف ما نريد تحقيقه. تبقى لنا 4 مباريات وأهمها الكلاسيكو. نثق بأنفسنا وبقدرتنا على حسم اللقب. وعن موقف اللاعبين المصابين، كشف فليك عن بعض المفاجآت. لا أتوقع أن يكون ليفاندوفسكي أو أليخاندرو بالدي في التشكيل الأساسي. لدينا بدائل قوية مثل جيرارد مارتن والآخرين الذين يمكنهم قلب موازين المباراة. وفيما يتعلق بحراسة المرمى، حسم فليك الجدل قائلا: نعم، تشيزني سيكون الحارس الأساسي غدا أمام ريال مدريد. إنه مستعد، واثق، ويمتلك الخبرة اللازمة. وتحدث فليك عن حالة الفريق قائلا: لا مجال للتهاون، اللاعبون متحمسون ومستعدون لتقديم أقصى ما لديهم. ندرك تماما أهمية هذه المباراة، ونعرف أن الفوز بالدوري هو تتويج لموسم طويل وشاق. كما أثنى المدرب الألماني على أداء مدافعه الإسباني إنيغو مارتينيز: إنه ليس مجرد لاعب عادي، يمتلك رؤية رائعة وروح قيادة حقيقية، وأنا سعيد جدا بما يقدمه. واختتم فليك تصريحاته بالحديث عن أسلوبه التكتيكي: اعتمدنا على الضغط العالي منذ بداية الموسم، واللاعبون تأقلموا بشكل رائع. نعرف أننا نواجه خصما قويا، لكننا نلعب على أرضنا وسنقاتل لحصد النقاط الثلاث.